شيخي أراك فتنجلي أحزاني. اللهم ارحم من أرشدنا إلى طاعتك وحببنا بكلامك وعلق قلوبنا بكتابك وجمعنا لسماع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعله عندك في أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا يا أكرم الأكرمين. شيخي أراك فتنجلي أحزاني، لسماع صوتك يطمئن جناني، تهفو إلى لقياك كل جوارحي، ويحن كي يلقاك كل كياني. لا زلت أذكر صوته العذب الذي بتلاوة القرآن قد أحياني، وحديث طه وهو يروي نصه ويسوقه بالضبط والإتقان. يا حبذا أيام كنا حوله نجثو لننهل من هدى التبيان، كلماته حركاته وصفاته كانت تبث الروح في أركاني. ماذا أقول ولا تطيق قصائدي وصفا له بل لا يطيق بياني. ما أجمل الأيام أيام الصفا في مسجد التوحيد والبغدان، حين التقينا والقرآن أنيسنا في شعبة الإقراء والقرآن. همم تسامى للعلا ومعلم يروي ظماها للهدى الرباني. رباه فارحم شيخنا واجعله من أهل النعيم بجنة الرضوان، واجعل قرآنك أنسه في قبره يا رب يا ذا الجود والإحسان. يا رب يا ذا الجود والإحسان.